قد ايه حجم مجال الايفنتات في مصر؟ والايفنتس او الحفلات او الفعاليات دي، انا بتكلم على كل حاجه، من اول افراح. انتوا بتعملوش بقى افراح وكده لا، ما صح؟ بنعملش افراح. انتوا بتعملوا حاجات الكوربريت اللي هي ليها بالظبط علاقه بالشركات. بالظبط. لكن اصلا المجال نفسه متقسم لكام حته؟ يعني افراح، مش عارف ايه. طيب خلينا نسميها في الكوربريت او الشركات، وفي الافراح او المناسبات الفرديه، في الكونسرتس، في العروض المسرحيه، في زي الكونفرنسز او المؤتمرات، وفي المعارض. فهم دول اكتر 6 حاجات موجودين، وفي حاجه اسمها الاكتيفيشنز، فهم 6 أو 7 نشاطات موجوده تحت الامبريلا ديت او الشمسيه ديت. وعندكم ارقام او حاجه على حجم السوق المصري في الحته بتاعت الايفنتس؟ بص، خلينا نقول ان اللي موجود ده يساوي اكتر مثلا من 5 ل 10 مليار جنيه، وممكن تبقى اقرب من 10 ل 15 مليار جنيه. ده ده السعر؟ كل حاجه. مش الحاجات كمان اللي هي اقول لك اللي هي الكبيره اللي محسوبه، يعني ممكن يبقى في حاجات احنا مش شايفينها. اكيد. ودوت اللي بكلمك كمان عليه مش على مستوى الدوله، لان مستوى الدوله ساعات لما تعمل حاجه زي مثلا افتتاح المتحف، لا ده رقم محترم يعني. بس ده كان لوحده 2 مليار باين ولا؟ بص، اختلفت الاشاعات، مش مشكله يعني، اختلف بس اكبر حجم هيبقى انهي حاجه؟ هل الكوربريت يعني حاجات الشركات ولا الحاجات المعارض والاكتيفيشن يبقى هو اكبر حاجه، لان دوت اللي بيستهلك كل يوم اكتر حاجتين يعني. بعد كده الكوربريت ده بقى هو اللي يجي تالت حاجه. انت بتخش في معارض برضو ولا لا؟ بس قليل قوي، لان بتحتاج شغل، يعني شغلها متعب قوي 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 زياده عن اللزوم، اكتر من الايفنتس كمان. فعلا. ده بس ده في يعني المعارض دي اكتر حاجات مكرر، يعني بتحصل طول السنه. بالظبط، انت كل اسبوع في معرض. مش الافراح، انت كل يوم في فرح. ما بالظبط. بس دي غير دي، معارض مهلكه شويتين ولا انت ثلاثه. بتتكلم على الفلوس؟ لا، طريقه شغل المعارض اصعب بكتير من طريقه شغل اي حاجه تانية بالنسبه لي يعني. ايه ده؟ بس انا تخيل ده، انا قلت المعارض هيبقى بالعكس، انت ثابت عارف خلاص، انت عملت كده السنه اللي فاتت هتعمله تاني، مش عارف فاهم. هي فاهم. مشكله ان هو بيتغير، والوقت بتاعه احنا كلنا بنشتغل 10-20 سبلاير او مورد بيشتغلوا في حته واحده، دخول وخروج، بننفذ في وقت معين. ساعات بيبقى عندنا زيارات رئاسيه او على مستوى رئاسي، فلازم نخلص في وقت معين. غير الايفنتس احنا بنبقى عاملين حسابنا قبلها، انا عندي كام يوم فاركب في قد ايه. بس انت دلوقتي فعلا انا واخد بالي ان الكومبيتيشن او المنافسه جوه الحته بتاعت بالذات اصلا كمان الحاجات بتاعت الكوربريت او الشركات دي زادت قوي الفتره اللي فاتت جدا، لان فجاه غالبا كله خد باله ان الموضوع ده فيه فلوس كتير. هو غير فلوس بس فيه اكسبوجر كويس قوي، وفي غيره من الكلاينتس وبعضها، بالذات في العقارات. من الكلاينتس وبعضها غيره كويسه، لان هو اندستري كبيره وكله عايز يبيع، فمحتاج كله بيعلي على كله بصراحه، بطريقه حلوه، مش بقول بطريقه كوميرشال زياده، بس بطريقه كويسه يعني. ف احنا وغيرنا من الموردين او من الايفنتس اورجانيزر بنبتدي بقى منظمين يعني، نبتدي بقى نبيتش قدام بعض او نخش قدام بعض في برزنتيشنز وحاجات كده. مناقصات وكده، بتخشوا مناقصات؟ مش مناقصه بس بيتش، فالبيتش بقى يعني اسمها مش اكتر مش فكره او فكره، اكتر فكره بالافكار، فكره أكتر. وبعد كده فلوس. بالظبط. بس انتوا دلوقتي كل الحاجات اللي بتحصل جوه الايفنتات، انت يعني عالم الايفنتات ده مشكلته بالنسبه لي ان هو انا مش قادر اتخيل قد ايه ان انت كل شويه لازم تقعد تبيتش تاني من اول وجديد، او تخش تعرف تطلع فكره ايفنت من اول وجديد، ما هو في الاخر ايفنت يعني. صح. بس هي هي بتفرق. بص، هو احنا بره سابقنا شويه بصراحه، يعني بره الجماعه في يوروب وفي امريكا وفي اسيا سابقنا شويتين. ساعات بيبقى في ريفرنسز لازم ناخدها ولازم بنحطها في عين الاعتبار، بس دايما لازم نلوكلايز المناسب لينا بيبقى عامل ازاي. بس هي الافكار ما بتخلص،
فاهم يعني ما بنعطلش. ساعات في فكره تبان ان هي ممكن تبقى اتهرست، عارف، لا تراجع ولا استسلام كده، بس هنعمله. بس في حاجات لازم تتعمل، وفي حاجات بتزيد عليها شويه. بس يعني الحمد لله على قد ما نقدر احنا وغيرنا بصراحه. يعني في ناس بقول لك، في ناس فعلا بقت تقلقني لما اعرف ان هم داخلين قدامنا. لا، ده الواحد لازم يركز، لازم تبقى تفكر بره الصندوق خالص. طب ايه اكبر ايفنت عملتوه وواجهت فيه تحديات كتير؟ يعني عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في الكواليس. اكبر ايفنت، حاجه كانت مرعبه قبل ما تعملها. طيب هحكي لك كام حكايه كده صغيرين. احنا مثلا كان عندنا مره كونسرت لخوليو اوجليسيس، سيت الدينر في الهرم، صوت وضوء، حاجه عظيمه جدا 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 جدا. الحفله بكره، الحفله بعد بكره. هو النهارده كان في بيغني في المغرب مهرجان موازين، اتخانق مع مدير اعماله، قفش، راح راكب طيارته وطالع على بلده، وانا مش هروح مصر. طب يا عم احنا خلصنا، ده احنا عندنا شو بكره. مفيش. واضطرينا بعد ما كنا عاملين الحفله تتاجل 5 شهور. نعم. والله. فدي مثلا حاجات، انت مش ان هي الشغلانه ديت فيها متغيرات كتيره بره ايدينا. بس مين اللي كان عامل الحفله؟ احنا. انا. انت اللي كنت دافع لخوليو يجي؟ انا يعني ودي الشركه القديمه، كنت انا وشركاتي، فكنا عاملين ان هو يجي، فقرر لا مش هيجي. طب وخدتوا فلوسكم ولا ايه يعني؟ مش لا، عمل لنا فيديو ان هو جاي ان شاء الله في شهر 10. وانتوا كنتوا دافعين له كل فلوسه قبل ما يجي؟ كنا دافعين، هو كان جاي بعد بكره.